يعني علي بن أبي طالب يطلع من صفين سنة 36 للهجرة، بالطريق يلاقي نازل مجاز، بس نازل مجاز وبلايه حماية وبلايه هوسة هيك شيء، نازل من صفين إلى الكوفة. بالطريق لقى واحد اسمه زيد يهودي، قال له وين أهلك؟ زيد سأل أمير، قال له أهلي بالكوفة. قال له وأنت وين أهلك؟ قال له أهلي بالبصرة. قال له زين أنا أخاف من السباع وأنت مبين مفتول العضلات. ما يعرف علي بن طالب، ما يعرف علي بن طالب، وأنت مبين مفتول العضلات، لأن أشوف إيدك ساعدك ساعد قوي، ما يخالف أمشي وياك بس نوصل للكوفة ومن هناك تدبر. قال له إيش بيه تصطحبني بالطريق؟ قال له بالطريق الجاذبة وأطراف الحديث، هو يسولف وأمير يسولف، هكذا تلقى ساعة بساعة. وصلوا للكوفة ما نزل علي بن أبي طالب، تبين هذا قاعد يسولف. وصلوا للناصرية ما رجع، من الكوفة للناصرية مسافة، ما رجع علي بن طالب. قال سيدي أنت مو قلت لي أهلك بالكوفة، شو ما نزلت بالكوفة؟ قال له مو أخلاق ديننا تأبى أن نقطع كلام المتكلم، وأنت من الكوفة للناصرية بعدك السولف، فخشيت أن أقطع كلامك. قال له أوقف دينك، عرفت الإسلام لأن بالطريق شفتك تصلي صلاة المسلمين، بس أكو واحد حذروني منه، أخشى أن تكون هو بس لا يطلع هو لبالي. قال له ممن حذروك؟ قال حذروني من شخص ساحر بأخلاقه كبطشه في سيفه يقال له علي بن أبي طالب. قال للأسف أنا الذي حذروك مني. قال هات يدك أبايعك على أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، أنت بالحق ولي الله. أخلاق دينك المثلك كامل، يسمع واحد مثل تافه صار لك 4 5 6 ساعات